مرحبا فيكم بفيديو جديد. التميز بالحياة الدراسية مو مجرد هدف بيطلع إليه الطلاب لتحقيق التفوق الأكاديمي، بل هو أيضا وسيلة لبناء الشخصية واكتساب المهارات الحياتية المهمة. لهيك بهذا الفيديو رح أحكي لكم كيف تكوني أول طالبة وأهم طالبة بالصف، وكيف تكوني الطالبة الأولية على دفعتك. قبل ما نبدأ لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتتركوا لي تعليق لطيف. وبعتذر لأنه ما عم بحسن نزل فيديوهات كتير، بس لأنه مركزة بالدراسة هالفترة وعندي فحوصات كتير مهمة، لهيك ما عم بحسن وازن كتير منيح بالدراسة وباليوتيوب. وبس خلونا نبدأ. النصيحة الأولى هي التفوق الأكاديمي. أول شي وهو المذاكرة بانتظام. إذا بتنتظمي بوقتك هو رح يكون لك فعال كبير للمذاكرة المنيحة. لا تتركي الدراسة لليلة الامتحان، بدلا من هيك خصصي وقت يوميا أو أسبوعيا لمراجعة الدروس بشكل مستمر، وحددي المواد اللي بتتطلب منك جهد كبير. ثانيا وهي المراجعة الدورية. حطي خطة لمراجعة الدروس بشكل دوري، فمثلا يمكن أنه تراجعي كل موضوع بعد أسبوع من دراسته، وبعدين بتعيدي مراجعته قبل الامتحان النهائي. قبل الحصة اطلعي على الموضوع يلي حيتم تدريسه حتى تكون عندك فكرة كاملة عن الدرس، وهيك رح يسهل عليك الفهم وبيجعلك قادرة على المشاركة بفعالية بالنقاشات الصفية. النقطة الثانية حتى تصيري أفضل طالبة بالصف وهي تنظيم الوقت وإدارته بفعالية. تقسيم الوقت بين الدراسة والراحة. حددي فترات زمنية قصيرة للدراسة مثل 25 دقيقة أو 30 دقيقة، أو فيك تحطيها لمدة ساعة، وهو بيختلف عن كل شخص للتاني حسب تركيزك. وبتتبع فترة قصيرة من الراحة لمدة 5 أو 10 دقايق. هاي الطريقة رح تساعدك بالتركيز وتجنب الإرهاق. وركزي كمان على المهام الأكثر أهمية أولا. إذا كان عندك امتحان قريب أو مشروع كبير حتى تخلصيه، تأكدي من إعطائه الأولوية من جدولك الزمني، ووزع المهامات وفقا لأولوياتها، وهذا رح يساعدك على إنجاز المزيد بوقت أقل. وأهم شي تجنبي تأجيل المهام. تأجيل المهام رح يؤدي لتراكم الأعمال وضغط الوقت. حاولي إنجاز الأعمال بوقتها المحدد وتفادي التأجيل من خلال تقسيم المهام الكبيرة لأجزاء صغيرة، وهيك رح يكون فيك تنجزيها بشكل متتابع. النقطة الثالثة وهي المشاركة بالصف. لما تكوني نشطة بالصف وتشاركي مع زميلاتك، هذا رح يزيد اهتمام المعلمين فيكي وزملائك، ورح يلاحظوا تميزك. حتى لو كانت مشاركتك بسيطة مثل طرح سؤال أو مشاركة فكرة، فهذا رح يعكس حماسك ورغبتك بالتعلم. لما يكون عندك تقديم عرض أو مشروع، اهتمي بالتفاصيل وكوني مستعدة بشكل كامل، وكوني مبادرة عند الحاجة. مثلا قدمي المساعدة أو تطوعي لتقديم المساعدة من قائدة المجموعة، أو حتى لما يطلبوا المعلمين منك. هيك حتكوني مركز اهتمام وحتزيدي قيمتك بين زملائك. النصيحة الرابعة وهي بناء علاقات جيدة مع الزملاء والمعلمين. كوني ودودة ومتفهمة مع الجميع، ولا تستهيني بحدا، وكوني لطيفة مع زملائك. ساعديهم إذا كانوا بحاجة لمساعدتك، سواء كانت بالدراسة أو من أي جانب آخر. اللطف رح يعزز علاقاتك ويجعل الناس بيرغبوا بالتواجد حولك. شاركي بالمشاريع المهمة والإيجابية. قدمي أفكارك وساعدي بتنفيذ المهام المطلوبة. العمل الجماعي رح يتيح لك الفرصة للتعرف على زملائك بشكل أفضل وبناء علاقات متينة معهم. كمان تجنبي الانحياز لمجموعة معينة أو تكوين علاقات متوترة مع أي من زملائك، ومن المهم أن تكوني على علاقة جيدة مع الكل. والنصيحة الأهم وهي إظهار الثقة بنفسك والتفرد بشخصيتك. تأكدي أنه عندك كل الإمكانيات والمواهب الفريدة من نوعها، وابذلي جهدك لتطوير هاي المواهب، ولا تترددي بإظهارها عند الحاجة. رغم أنه من المهم أن تكوني واثقة بنفسك، بس كمان تجنبي التكبر، وكوني دائما متواضعة ومتعاونة مع الكل. وحاولي أن تكوني مرتبة وأنيقة، ولكن من دون مبالغة طبعا. المظهر الجيد رح يعزز من ثقتك بنفسك، ومو بس هيك ولكن حتى كمان مع التعامل، هيك رح تجذبي الانتباه الجميع. والنصيحة السادسة وهي التوازن بين الدراسة والحياة الاجتماعية. شاركي بالأنشطة
اللامنهجية مثل النوادي أو الفرق الرياضية أو الأحداث الثقافية. هاي الأنشطة حتتيح لك فرصة للتعرف على زملاء جدد وبناء شبكة من العلاقات الاجتماعية داخل وخارج الصف. وحاولي إنه تكوني مرحة ولطيفة مع الآخرين. حس الدعابة الإيجابي رح يعزز شعبيتك بين زملائك، وبس تذكري إنه ما يكون المرح على حساب الجدية عندما يتعلق الأمر بالدراسة. النصيحة السابعة والأخيرة وهي التواصل الجيد مع المعلمين. احترمي معلميكي وأظهري تقديرك لجهودهم. جنبي مقاطعة الدروس والتصرف بشكل غير لائق، لأنه الأساتذة رح يفضلوا الطلاب اللي بيظهروا الاهتمام الحقيقي بالتعلم. وإذا واجهتك أي صعوبة بموضوع معين لا ترددي بطلب المساعدة من الأساتذة، هذا رح يظهر اهتمامك الحقيقي بالتفوق وتحقيق النجاح. وبالختام، أن تكون الطالبة الأفضل بصفك والأكثر شهرة رح يتطلب جهد مستمر وتوازن بين الدراسة والعلاقات الاجتماعية. من خلال العمل الجاد، الثقة بالنفس، المشاركة الفعالة، فيك تحققي النجاح الأكاديمي والشهرة الإيجابية بين زملائك ومعلمينك. تذكري دائما أن الشهرة الحقيقية بتأتي من التأثير الإيجابي اللي بتتركيه على الآخرين، ومو بس من الظهور الخارجي. وبس هيك كان فيديو اليوم. أتمنى تكونوا حبيتوا. لا تنسوا تكتبوا لي آرائكم بالتعليقات وتدعموا الفيديو بلايك واشتراك. بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.